ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ انت مش عارفه انت عملتي ايه؟ ايتن، عايز اتكلم معاكي. معلش يا انكل، انا تعبانه جدا، مش قادره اتكلم في حاجه بصراحه. تعبانه ولا مش عايزه تتكلمي معايا؟ قومي يلا. يلا حبيبتي قومي. يلا. يلا قومي. اتفضلي يا روحي. ها، قولي لي بقى يا ستي، ايه اللي حصل؟ ما اكيد مروان حكى لحضرتك. انا بسمع منك. بصراحه بقى يا انكل، انا زهقت جدا. دي طريقه نتكلم بيها؟ بيقول حاجات بتضايق وبيعمل تصرفات بتضايق جدا. وحضرتك لو كنت موجود كنت لقيت ان انا عندي حق في اللي بعمله. ده بيقول عليا موظفه في الشركه. انكل، انا عمري ما حسيت ان انا موظفه في الشركه دي. انا عمري ما حسيت ان الشركه دي مش شركتي. هو صحيح يعني حضرتك ليك فضل عليا طبعا، انا ما اقدرش انكره. بس بما ان استاذ مروان هو صاحب الشركه وهو مديرها، هو اللي بيدير كل حاجه، فهو اللي بيحدد طبعا مين يقعد ومين يمشي وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. فخلاص، انا وجودي ملوش اي لازمه. كل اللي بعمله في الشركه ملوش اي قيمه. فانا بقى شايفه يا انكل ان انا امشي بكرامتي احسن لي بكتير. وبعدين بصراحه يا انكل، انا زي ما مامي بتقول، في الاخر هبقى على ذمه راجل وهيبقى ملزوم بيا. يعني انا مش خسران اي حاجه. تعالى. اعتذر لايتن. لا يا انكل، الموضوع مش موضوع اعتذار. مش عايز اسمع ولا كلمه. وانا مش هعتذر لحد. انت تسمع اللي بقول لك عليه وانت ساكت. ليه يعني؟ كلب بتجره ولا قطه مربيها لازم تسمع الكلام وتجري تتمحك في الهانم؟ ليه بس كده يا مروان؟ دي ايتن اختك يا حبيبي. على فكره بقى مش اختي ولا حاجه. وبعدين يا بابا انا معترض على كل اللي بيحصل ده. لما انت معترض على كل اللي بيحصل وشايف نفسك حاجه تانية غير الناس، انزل الشركه يا اخي واقعد معاها وايد في ايد. اروح اعمل ايه يعني؟ اقزقز لب ولا ارغي مع الموظفين؟ يا بابا الناس اللي شغاله هناك عارفين ان الشركه دي ليها مدير واحد، الهانم اللي انت ركبتها على قفايا. عن اذنك يا انكل. على فكره يا مروان، انا زعلانه منك، ما يصحش يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده. احنا هنا كلنا بنحب. عن اذنك يا حبيبي. اتفضلي يا روحي. اتفضلي. انت غبي. بابا انا شايف انك تنزل الشركه من بكره وتقعد وتحط صباعك في عين التخين. يا بابا انا شايف بقى ان ايتن عايزه تكوش على كل حاجه، حتى لو طنط زينب مش زيها بس ايتن بتفكر كده. انت تسمع اللي بقول لك عليه وبكره هتفهم كل حاجه. لا، انا عايز افهم كل حاجه دلوقتي حالا. انا مش قادر استوعب انت ايه الثقه اللي مديها لهم دي كلها. انا ما بثقش في حد غيرك انت، بس انت ما تعرفش حاجه. في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش، ومش هتعرف ايه اللي بيحصل غير لما تعرف وتفهم. عشان كده لازم تسمع كلامي وتنزل الشركه، والحاجه اللي ما تعرفهاش تيجي لي اعرفها لك. فاهم؟ اهلا اهلا يا ميرا، اخيرا يا حبيبتي، اهلا يا حبيبتي. ماما، هي الرسالة ما وصلتكيش؟ رسالة ايه؟ ما وصلناش اي رسائل. هو انت وصلك حاجة يا مامي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه، هو في ايه؟ بابا مات يا بابا. معلش يا حبيبتي، البقاء لله. معلش معلش يا حبيبتي. في ايه؟ في ايه؟ خلاص اهدي اهدي، ايه العياط ده كله؟ بتعملي كده ليه؟ معلش يا حبيبتي معلش. هو عياطك ده هيرجعه مثلا؟ حاجة وحصلت وخلصت خلاص. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. البقاء لله. حصل امتى؟ امبارح. انا ما كنتش هاجي، بس كاميلي هي اللي اصرت اني اجي اقول لكم. انا ماشي، رايحه فين بس؟ ما ينفعش اسيبهم في ظروف زي دي يا ماما خالص. تسيبيهم مين؟ يا بنتي ده بيتك، انت كنتي قاعده خلاص عشان ابوكي هناك، لكن خلاص هو مات الله يرحمه. يمكن قلقانه مني ولا مكسوفه ولا حاجه. لا خالص يا انكل، حضرتك حد محترم
بس انا ما ينفعش اسيب اخواتي في ظروف زي دي. انا حتى بعت مسج لماما، تقريبا هي ما شافتهاش. انا همشي بقى يا ماما. يا حبيبتي استني بس. ما ينفعش اسيبهم لوحدهم يا ماما. انا هوصلك. لا شكرا. لا شكرا ايه، هوصلك طبعا. ميت يا ماما ميت. معلش معلش يا حبيبتي معلش. طلقني، سمعتها؟ طلقني. انا قرفت منك ومن عيشتك. انت عمرك ما هتبقى حاجه، هتعيش وتموت شحات كده، مستني العلاوه من الحكومه ومستني الحسنه اللي يديها لك سيدك المدير. المفروض اعمل ايه يعني؟ ايه اللي المفروض اعمله وما عملتوش؟ تعمل ايه؟ مش عارف يا حبيبي تعمل ايه؟ تعمل زي الرجاله اللي بحق وحقيقي، اللي مهنيين نسوانهم ومستتينهم. انا مش عارفه ايه اللي خبطني في دماغي وخلاني اتجوزك وانت متجوز ومخلف من اساسه. لم لسانك احسن لك. مش هلمه. ليه؟ راجل ولا راجل لا سمح الله؟ ده انت مجوعنا ومعرينا. زينب! ايه؟ انت طالع. خرجت من الجنة يا خي؟ يلا في 60 داهية تاخدك، كان يوم اسود. يلا يا بنت هات اختك معايا. انا مش همشي من هنا، هقعد مع بابا. خايبة زي اللي جابك. يلا يا بنت. انت مش هتاخدي البنات. بقول لك ايه يا حبيبي، لما تعرف تاكلهم المام وتاكل نفسك الاول ابقى خدهم. يلا يا بنت بلا قرف. ما تخافوش يا بنات، بابا هيفضل معاكم، هتبقوا في حضنه على طول. ايه سامح، ازيك؟ عامل ايه؟ لا لا تعبانه شويه بس. انت فين؟ لا لا خالص، بالعكس انا عايزه انزل. تعالى نخرج. اوكي يلا باي.
مش عايزين تاكلوا؟ أكل إيه بس؟ مين له نفس دلوقتي؟ بقول لك يا كاميليا، بكره هنزل الوزاره اشوف بابا كده لا يكون مستلف فلوس من حد سددها له. انا كنت هعمل كده من الصبح من غير ما تقولي. كاميليا خدي الخاتم ده بيعيه وخلي فلوسه معاكي. خليه معاكي، لو احتجت فلوس هبقى اطلبه منك. ايه مالك يا نجلة؟ مفيش أي حاجة. سمر، انت كلمتي خطيبها؟ والله كلمته بس ما ردش. ده بقاله اكتر من اسبوع ولا بيكلمها ولا بيجي لها. ايه يا اختي الرجاله دي؟ بقول لك ايه، انا هنزل اروح له يمكن عيان ولا حاجه. انت عايزه تقولي حاجه؟ مش عارفة والله، بس شكله كده عارف بمرضها واحنا كان لازم نقوله بصراحة من الأول. هي اللي كانت مصره. بابا قال لها لازم تقولي له. قالت انها مستنيه الوقت المناسب. الحاجات دي لازم تتعرف من الاول. طب أنا ممكن أكلمه تاني؟ كلميه من رقم غريب ولا حاجه يمكن يرد. محدش يكلمه. انا مش عايزاه خلاص. وعلى فكره انا مش مريضه. الدكتور قال لي دي بس شويه كهرباء مش اكتر. على فكره ما كنتش بحبه. انا بس كنت عايزه اتجوز عشان اشيل الحمل من على بابا مش اكتر. بس بابا خلاص راح. لو عرفت ان في واحده فيكم كلمته والله هسيب البيت وامشي. ما تزعلوش منها، ما تقصدش. هي مروة فين؟ شفتها مع حنان، تلاقيها خدتها عنده. انا هروح ابص عليها وهعدي على عالم جمال عشان كنت عايزاه. ميرا اتأخرت. وانتي فاكره انها هترجع تاني؟ تلاقيها ما صدقت. هي اصلا كانت عايشه معانا عشان خاطر بابا. يبقى قابليني بقى لو شفتيها او سمعتي صوتها تاني. طول عمري اقول ما فيش غيرك في الحاره دي يا غاليه يا بنتي الغاليه. يعني قلبي بيدق جامد قوي قوي، تعبانه. سلامة قلبك يا خالتي. والنبي ما حطيت حاجه في بقي من الصبح. الصبح ايه؟ من امبارح. وقفت انا واقعه كده حاسه اني هحصله. بعد الشر عنك يا رب، ربنا يديكي طول العمر. مش عارفه ليه حاسه بريحه السمك في نخاشيشي كده النهارده. خلاص النهارده اكلك احلى سمك. لا اكل. لا ده انا اخويا لسه ميت ما يصحش. ومال الاكل بس ومال الزعل يا خالتي؟ يعني انت شايفه كده؟ امال ايه؟ خلاص انا بصدقك. بنت كاميليا جايه هنا بتعمل ايه؟ جايه بتعمل ايه دي؟ بصراحه يا خالتي كاميليا دي ما بتنزليش من زور. مش هي بنت اخويا وانا عمتها؟ اما بشوفها بيركب لي 600 عفريت. اوعي. رايحه فين يا خالتي؟ ايه؟ هروح اشوفها بتعمل ايه؟ هو يعني علشان اللي شاكمهم مات يبقى ما فيش حد؟ على ما انت تحضري السمك هكون انا شفت ايه اللي بيحصل وارتاح. ماشي يا خالتي. مروه، انا افهم ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ طب اهدي بس تعالي نطلع فوق وانا افهمك. اهدي دي يا اختي، شايفاني بشدلك في شعري؟ كاميليا وطي صوتك ما تفضحناش في الشارع. اطلعي فهمي كل حاجه فوق. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا رب تفهميني. اتفضلي.
شوف البت لابسه ايه وعامله في روحها ايه. ده جت ابوها لسه ما بردتش. لا انا ما اسكتش على كده ابدا. انت اتجننتي كماليا؟ انا اللي اتجننت ولا انت اللي عايزه تفضحينا؟ بقول لك ايه، الشويه دول ما تعملوش معايا انا. ما تفرديش تقولي لك عليا يا كماليا، اقسم بالله العظيم هسيبك في حالك. انا ابويا الله يرحمه عمره ما عمل كده معايا ولا مد ايده عليا. يا بنت ابوك انت عملتي له حساب؟ عملتي حساب ان الراجل لسه دافنينه؟ اهدي بس وانا هقول لك. تقولي ايه يا حبيبتي؟ ما تقوليش حاجه، انا مفيش حد له حاجه عندي. وبعدين يا كماليا، هو انت فاكره نفسك هتزعلي على ابويا اكتر مني؟ الناس حرام عليك. امك فين يا حنان؟ في ايه بس يا خالتي؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. امك فين؟ لا ما انا مش رباط جزمه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وانت يا سنيوره ناويه تاخدي عز ابوكي كده بالاحمر والاخضر؟ لو سمحتي يا عمتي خدي بعضك وروحي وسيبيني انا واختي نولع في بعض. لا روح ايه؟ ايه ده؟ هو انت يعني عشان ابوكي مات فاكره ان مفيش ظابط ولا رابط؟ لا اذا كان امك ما عرفتش تربيك الله لا. احترمي نفسك وما تجيبيش سيره امي على لساني. انا بقول لك اهو، انا عماله اقول لك حماتي حماتي بس عشان خاطر ابويا، لكن انا يا اختي مش شايفه لك اماره. انت مالك ومال امي؟ هي لما كانت ماتت كنت شفتي حد فينا محتاج حاجه؟ عملتي حاجه؟ قولي ما انت بجحه وقادره. انا مش بجحة ولا انا قادره، بس انا بقول للنعور انتعور في عينك. وبعدين تعالي هنا، مش قلتي لابويا ان على دماغه قربه وبتخر على دماغه؟ يا اختي ابعدي عنا وسيبيني انا واختي وتخر على دماغي. ابعدي عننا بقى. لا اروح فين وسمعه اخويا؟ بقول لك يا سيده وعزه جلال الله، لحد النهارده انت ما تعرفناش انا ولا اخواتي. اذا كانت كاميليا عامله لك حساب وساكته فانا مش هسكت. كلمه تانية وهسمع الحاره صوتنا تبقى فضيحه بجلاجل. والله ماشي يا بنات عبد العزيز. وانت يا حبيبتي بلاش الغل اللي جواكي ده. مش عشان ابني اسم النبي حارسه مرضيش بيكي تبقي مليانه غل كده. امشي خولي من وشي احسن وحياة ربنا انا قدامك وتتلم. ابعدي عني، امشي والله العظيم. عاجبك كده؟ عاجبك؟ تحبي نروح نقعد في حتة عشان تشربي حاجة وتهدي أعصابك شوية؟ لا متشكره، انا عايزه اروح. على فكرة بقى شكلك مختلف عن أيتن تماما. ايتن طيبه وغلبانه، انا متاكده. بس أنا بصراحة شايفها ما عندهاش إحساس خالص. لو سمحت. سوري أنا آسف. على فكره ايتن احسن مني مليون مره، وانا متاكده ان هي زعلانه على بابا واكتر مني كمان، بس كل واحد بيعبر بطريقته. أنا آسف جدا والله. أنا قلت بس يعني أكلمك في أي موضوع عشان أخرجك من المود اللي أنت فيه، بس واضح إن أنا لبخت خالص. سوري. لا ولا يهمك. اتفضلي العربية، اتفضلي. قلت يا ست جمالات. قلت لك ما بأجرش. وبعدين بقى كفايه عليا يا سيده واللي عاملاه فيا. وبعدين ده راجل غريب احنا ما نعرفش عنه حاجه، مش يمكن عامل عامله وجاي يستخبى عندنا. الناس بتبان يا ست جمالات، والراجل كان بايت عندي وبتهيألي انا اعرف احكم على الناس. لا يا اخويا، الناس بقت عامله زي الترعه، من فوق ميه صافيه ومن تحت معكره ومطينه. انا مطمن. يعني على ضمانتك؟ على ضمانتي. طيب خلاص، انت عارف ان انت غالي عليا قوي. والله العظيم انا كنت عارف انك مش هتقولي لا. لا انا ممكن اقول لا، ده ملكي وانا حره فيه، بس انت برضو غالي عليا قوي. يعني يطلع. كتر الف خيرك يا ست جمالات، متشكر قوي والله. بس بقول لك ايه يا اخويا، انا واحده عايشه في سمعتها يعني ولا حد يطلع فوق يتسحب كده في نص الليل ولا دخان ازرق على السطح. خلي بالك. ما تخافيش والله ما تخافي، ولو حصل اي حاجه من اللي انت بتقولي عليه ده ارميني انا وشنطتي من فوق السطوح. ماشي، خد. خلي بالك بقى عشان نبقى على نور كده، الاجره 300 جنيه في الشهر، واي يوم تاخير 20 جنيه في اليوم. ماشي؟ ماشي يا ست كل. متشكرين قوي يا ست جمالات. سلام عليكم. مع الف سلامه. يلا يا عبد الله يلا. ايه ده يا مروه؟ معقوله حد يعمل كده؟ الناس تقول علينا ايه؟ طبعا عمتك ليها حق تبهدلك وتمسح بكرامتك الارض. طب اعملي حسابنا على الاقل. من امتى دي بتعمل حساب لحد؟ دي ما بتفكرش غير في نفسها وبس. خلاص خلصتوا؟ ولا لسه في حد عنده كلمة عايز يقولها؟ ولا في كلمة وجع حد في زور عايز يبخها تاني؟ انتي شايفة ايه؟ اللي حصل ده صح؟ صح. يا جبروتك يا شيخة. ايه؟ عايزة انا اعمل ايه؟
شغلانه وجايه لي اسيبها تروح مني؟ شغلي وابوكي ميت. ما عشان مات كان لازم اروح. ابوكي وهو عايش يا دوب كنا عايشين على قدنا. تقدروا تقولوا لي دلوقتي بعد ما مات هنعمل ايه؟ كان لازم اضمن وظيفه، على الاقل اشيل هم من على كتفكم. كلها يومين وتيجي عمتك تقول انا فين حقي في الشقه. ما احنا بنات ومن حقها تورث معانا. بس خلاص كفايه ارجوك. لا مش خلاص. هو انتوا عاملين تقطعوا فيا على ايه؟ هو انتوا فاكرين هو سهل عليا ان انا اروح اقعد في شغل وابويا بيتدفن؟ انا كان من جوايا بيتقطع اكتر منكم كلكم. انتوا محدش حاسس بيا اصلا. والله ما قصدنا يا ماما، بس انتي عارفه الحاره، وبعدين اللي عمتك عملته ده ما كناش اصلا عارفين نفكر ازاي. خلاص يا مروه وحياتي، خلاص احنا مش ناقصين، احنا اللي فينا مكفينا. خلاص يا مروه احنا اسفين. ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ميرا، الصراحه احنا قلنا انك منى. مروان ابن عمي سمير صمم يوصلني عشان ما اجيش لوحدي. البقاء لله. اتفضل. متشكر مرة تانية إن شاء الله. براحتك. لا ازاي؟ اقعد اشرب حاجه. لا معلش مرة تانية، لو احتجت أي حاجة كلميني في التليفون. شكرا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ صمم يوصلني هقوله لا؟ اسكتي يا فريال، دي البت كانت هتضربني. يا نهار ابيض، شفتي البنات الناقصه؟ البت حتى احمر واخضر واصفر، وابوها يا حبة عيني لسه ما ارتاحش على توبته. يا عيني يا اخويا، عمرك راح حاضر. الضغط هيموتني، هفتانه. وروحي رايحه ما اكلتش حاجه من امبارح يا اختي. اهو السمك اهو اللي اتفقنا عليه جبتهولي. سمك واخويا ميت؟ ومال السمك ومال الميت بس عشان تاكلي وتقدري تسلقي طول. هو احمد يا خالتي خلاص كده سافر؟ سافر يا بنت، ده هيرجع، هتلاقيه هنا. مين ده النهارده؟ هو بتاع شغل؟ ده هو عايز يقعد وياكل ويشرب وخلاص ويربي لحم. قال ايه؟ يسافر ويشتغل. والنبي ضحكتيني. هو اللي سافر بيرجع. هيرجع، امال ايه؟ انا قلت له مالكش دعوه بالستات الخواجات اللي بره، دول ورق خاص، مش عود قصب زيك كده. بس ايه يا بت؟ بس ايه؟ انا مرسيه على كل حاجه ومتفقين، ما تقلقيش انتي. بقول لك ايه، الله الله يا ريت اكلك حلوه حلاوه. ايه الجمال ده؟ النبي انا ما كنتش ناوي اكل خالص سمك بعد اخويا، انما عشان من ايدك. بقول لك ايه، انت تيجي الصبح وتجيبي الفطار، وانا هرسيكي على اللي قلته له. ايوه هتقولي لي ايه؟ هقول لك بقى اللي حصل. انا اتفقت معاه، وانا يا بنت هبله اسيبه كده يمشي من غير ما اربطك في ديله؟ ده انت حبيبتي، ده انت الحته الجوانيه يا بت. ما تنسيش البدنجان. حاضر. والسلطه، السلطه. حاضر يا خالتي. ماشي يا حبيبتي، نتقابل الصبح ان شاء الله. نجيب الفطار. مش هتاكلي؟ بقول لك يا ده عادل. ايه؟ اتلفت حواليك ليه؟ في ايه؟ تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ متقلقش،
يا عم احمد امني انت بس ومالكش فيه. يا عم اخرتها هنبقى حراميه كمان. ما تخافش، انا لازم اربي ابن الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. فتح عادي. تعال نط ورايا. يا عم انت هتعمل ايه؟ مالكش فيه، نط ورايا. احمد 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 فلوس يا عادل، فلوس يا بنت امك يا بلح. انصر دين دماغك يا جدع. شفت؟ انا قايل لك ابو حويط، مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من فجريه، من نجمه، فاهم؟ يلا يلا. معلم بلحة. أيوة. يا معلم بلحة. نعم ايه؟ هو احمد سافر؟ سافر مات؟ انا ما اعرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان، ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن؟ ايش يا معلم بلحة؟ تصبح على خير يا معلم بلحة. انت اهلا. يا ولد الحرامية! وعارف! امسكوهم! امسكوهم! يا حرامية! يا حرامية! حرامية! اوعى تهبطوني! اوعى الكلب! تعمل ايه يا ابن الكلب؟ اوعى جدع انت! اوعى جدع انت بقول لك! نهبوني ولاد الكلب! احنا اللي نهبتك! ايوه نهبوني! لازم موتنا ورمانا في الصحراء! اموال يا جدع! بقول لك ايه؟ اوعى ايدك دي! يا ابن الكلب انت خدت فلوسنا! احنا نروح الاسم بس! اسمي! كذاب يا ولاد الكلب! عيدك! تعالى هنا! عاجبك؟ يا لهوي! يا لهوي! بس! يا لهوي! اسكتي! اسكتي وما تتكلميش! بقول لك ايه؟ خلاص لو سكتي هقول لك ابنك متولد فين، ماشي؟ ماشي؟ حاضر. هو ابني عايش؟ ابني عايش؟ عايش شفته؟ عايش خلي لو شفته بعينيا الاتنين دول. بس بقى ايه؟ بلحة بلحة هو اللي رماه صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا كلب. بس انا قلبي كان حاسس ان ابني عايش، وقلب الام ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. في ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم نعم. الشنطه دي عايز اخبيها. ماشي؟ لو خبيتها لي هجيب لك ابنك. حاضر. ماشي؟ حاضر. ما بقاش راجل ما جبتهولك، بس الشنطه دي فيها حياتي. ما تفتحهاش يا خالة. حاضر من عيوني يا وعد. ضناي. والله العظيم ما هفتحها. طهارة بقى. ده انت رديت لي روحي وجبت لي خبر خلاص ابني لو عايزه عايش. تشوفي متولي خلينا بالك من الشنطه. على عيوني يا ضناي، على عيوني، ما تخافش. اطمن يا حبيبي، اطمن. أنا خايفة. أنا كمان خايفة قوي. أنا هصحى الصبح مش هشوفه، مش هسلم عليه زي كل يوم. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه بابا مات. الناس هتعمل فينا إيه؟ إزاي هنعيش من غيره؟ ده هو اللي كان مقوينا وهو اللي كان سندنا. أنا دلوقتي لما عايزة أتكلم هتكلم مع مين؟ لو زعلانة هشتكي لمين؟ هقول لمين؟
واكيد ميدو هو زعلان مني. اكيد كلامي هو اللي زعله. هو سمعني وانا بتكلم، كلامي هو اللي زعله. انا اللي موته يا منى، كلامي هو اللي موته. لا يا سمر، ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا سمر. هو الوحيد اللي كان بيقول لي اني حلوه قوي، كان دايما يقول لي اني ست البنات. مين دلوقتي هياخدني في حضنه